بعض المتدخلين حول ملف الصحراء المغربية تتبادر إلى أذهاننا بصورة عفوية نماذج مؤسفة تحاول من خلالها بعض العقول الضعيفة التخفي في عباءة المدافع عما تسميه حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها. وعندما نتمعن على أرض الواقع فيما تدعيه علانية نكتشف أن الشعارات الثورية التي ترفعها هي مجرد ذل الرماد في العيون، لأن هذه الشعارات ليست سوى فقاعة ترفعها أمام الآخرين لإخفاء حقيقة نواياها التوسعية على حساب الوحدة الترابية لجيرانها ولتمرير هذه الخدعة السخيفة أمام الرأي العام الدولي، فإنها تلجأ إلى تجنيد مجموعة من المرتزقة والدفع بهم لمهاجمة جيرانهم إما بواسطة السلاح كما هو الشأن بالنسبة للبوليزاريو أو من خلال مواقع إلكترونية أو خطابات مباشرة على منابر منظمات دولية، مع تغليف هذه الخطابات العدوانية في شعارات ثورية مضللة من قبيل حق الشعوب في تقرير مصيرها. والنموذج الصارخ لهذه الممارسات الخبيثة يتجسد بكل تفاصيله في سياسة البلد الذي يحتضن عصابة البوليزاريو، حيث أنه لا يترك فرصة تمر إلا وانتفض دفاعا عما يسميه حق الشعوب في تقرير مصيرها. والمشكل بالنسبة لهذا البلد هو أن حق الشعوب بصفة الجمع سرعان ما ينصهر بالنسبة للجنرالات الذي يحكمون هذا البلد فيما يسمونه بالشعب الصحراوي الذي لا يوجد إلا في مخيلتهم. في نفس الوقت يتنكرون لهذا الحق المشروع فعلا لشعوب حقيقية في أماكن مختلفة عبر العالم تكافح بكل صدق من أجل استقلالها. السيدات والسادة المندوبون، الكل يعرف أن الدفاع عن ما يسمى حق سكان الصحراء في تقرير مصيرهم ليس سوى شعار خادع يردده الجنرالات الذي يتحكمون في رقاب هؤلاء السكان المحتجزين، لأن ما يهمهم فعلا هو الصحراء كأرض بموقعها الجيوستراتيجي ونافذة على المحيط الأطلسي. جنرالات هذا البلد لا يهمهم أهل الصحراء لأنهم يحتجزون جزءا مهما منهم منذ ما يقارب من نصف قرن بمخيمات تندوف في ظروف مأساوية. هذا هو قدر المغرب مع جيران متنطعين تنكروا لكل ما قدمه لهم من دعم ومساندة ومأكل ومشرب وملجأ فوق أرضه وفي ضيافة شعبه يوم كانوا تائهين حفاة عراة جائعين وفريسة سهلة عندما كانوا فارين لا يلون على شيء تحت قصف القوات الاستعمارية. وشكرا. ومضطر أنا الآن لإعطاء الكلمة للمتحدث التالي على القائمة. تفضل سيدي. سيداتي وسادتي السادة الوفود، اسمحوا لي اليوم بأن أخاطب هنا حفنة من القادة العسكريين الذين يفرضون سيطرتهم على دولة مجاورة التي كنا نعتقد أنها دولة شقيقة قبل استقلالها، وكنا نعول عليها أن تكون دعمتها دعما لنا كما كانت قبل حرب التحرر، ولكن تلك الحرب ما كانت تنتصر فيها دون دعم المغرب وتضامنها ودعم ملكها وحكومتها وشعبها. وهؤلاء الفاشيين أقول لهم ل50 عاما منذ استقلالكم قمتم وبلا استحياء باستعداء المغرب، وقد جعلتم منا عدوا كلاسيكيا وكما وصفتونا بذلك. سياستكم جاءت مبنية على تخويف شعبكم حتى يستسلم لرغبات الحفنة بل العصابة من المتنمرين، لأنكم أوهمتوهم بأن عدوهم اللدود ينتظر للوذ بهم. وأنتم بينما نحن مستمرون بمد يد الحوار والمصالحة في كل مرة تطالبكم المغرب بتعدي الماضي وقلب صفحة جديدة على أساس أقول لنفس الشعب أنتم تهاجمون المغرب وشعبهم وسلامة أراضيهم عبر اختبائكم وراء مرتزقة البوليساريو وعبر بعض الأفراد المفلسين أخلاقيا وتحريضهم على بلادي مقابل مبالغ طائلة من مال شعبكم. والمغرب لم تهاجمكم أبدا ل50 عاما، وأنتم مصرون على نفس السياسة المؤذية التي لم تحقق إلا خيبة الأمل والتقهقر، وأنتم لا تهدفون إلا للتخطيط ضد المغرب، وهذه الخطط سوف
باءوا بالفشل. أكثر من 500 مليار دولار أنفقت لفصل الصحراء عن المغرب، وأنتم فشلتم في ذلك فشلا ذريعا. فتتخيلوا ما لو حدث لو استثمرتم كل هذه الأموال الهائلة في استحداث مدنكم وقراكم